بيبدأ الفيلم بسيدة اسمها آنا، وبيوقظها ابنها جين من النوم علشان يروح تمرين السباحة، وبيطلب منها تاخد اليوم ده أجازة من شغلها لأن عنده اختبار مهم في الغطس تحت المية، وهو بقاله يومين كاملين بيتدرب مخصوص للاختبار ده. وبتصحى آنا من النوم لكنها بتكون سامعة صوت غريب جاي من بره البيت، ولما بتفتح الشباك بتكتشف إن الدنيا بتمطر مطر شديد جدا، فبتقوم تحضر الفطار لابنها، وفي نفس الوقت بتتصل بأمها علشان تطمن عليها زي ما بتعمل كل يوم. وقتها بتعرف إن المنطقة اللي أمها عايشة فيها حصل فيها مطر شديد برضه، فأنا بتستنتج إن دي عاصفة قوية وممكن تستمر فترة، وبتبلغ أمها إنها مش هتروح الشغل النهاردة. وبعد ما بتنهي المكالمة بتكمل تحضير الفطار لابنها، وفجأة بتلاحظ إن الأرضية بدأت تغرق مية بشكل غريب، ولما بتبص قدامها من الشباك بتشوف أمواج عالية بتغرق المكان كله، وبتظهر الحيرة على ملامح آنا. وفي نفس اللحظة بتسمع تحذير من جهاز الإنذار الخاص بإدارة المبنى اللي ساكنة فيه، وبيعلنوا في التحذير إن في طوفان كبير حصل وإن المية وصلت لحد الدور الثالث، وبيطلبوا من كل السكان يطلعوا فوراً للأدوار العليا علشان ينقذوا نفسهم. كمان بيبلغوهم إن المية سببت عطل كامل في الكهرباء، وبالتالي كل المصاعد خارج الخدمة ولازم الصعود يكون عن طريق السلم. وآنا بتتحرك بسرعة وبتلم هدومها هي وابنها علشان تهرب، وفجأة بيجيلها اتصال من شرطي اسمه جو، وجو بيقول لها إنه مكلف بحمايتها وإنقاذها، وبيطلب منها تسيب أي متعلقات شخصية وتركز بس على إنها تطلع للأدوار العليا مع ابنها لحد ما يوصل لها. وهنا بنعرف إن آنا دكتورة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، وده بيخلي استغرابها يزيد لأن المفروض كوارث زي دي يتم التنبؤ بيها قبل حدوثها، لكن آنا ما بتركزش في ده، وبتاخد علاج ابنها وبتحطه في شنطة صغيرة. بعدها بتشيل ابنها على ظهرها وبتخرج. وقتها بتتصدم لما بتلاقي المية حواليها من كل ناحية، والناس كلها طالعة من شققها وبتجري علشان توصل للأدوار العليا، وده بيعمل زحمة شديدة على السلم. وللأسف بيكتشفوا إن في حاجة سد الطريق فوق، والجيران واقفين مش عارفين يطلعوا. وآنا بتاخد ابنها وبتجري بسرعة على سلم الطوارئ في آخر المبنى، وبتبدأ تطلع وهي بتحاول تطمنه علشان ما يخافش من المنظر المرعب اللي شايفه. لكن الولد بيشوف ناس بتعوم في المية وبتحاول تنقذ نفسها، فآنا بتفضل تغنيله عشان تشتت تركيزه، وبتطلع بسرعة لحد ما بتتفاجئ إن سلم الطوارئ مقفول والجيران حاطين عليه حاجات كتير. وبتحاول تطلع من على حافة السلم، لكن رجليها بتتزحلق وبتكون على وشك الوقوع، فبتضطر ترجع تاني للسلم الرئيسي. وقتها بتشوف جو في المبنى اللي قدامها وهو بيدور عليها، فبتنادي عليه وبتشاور له عشان يعرف مكانها، لكن في اللحظة دي بتكتشف إن ابنها اختفى وبتلمحه داخل شقة جارتها، وبتدخل وراه بسرعة، لكنها بتتصدم لما بتشوف أمواج عالية جاية عليهم، والمية بتكسر الشباك وبتغرق المكان كله. وهنا آنا بتفتكر ذكرى قديمة ليها وهي جوه العربية مع جوزها لما العربية غرقت وأدت لوفاته، لكنها بتفوق من الذكريات بسرعة وبتعوم تحت المية تدور على ابنها. ولسوء الحظ شنطة علاج ابنها بتضيع منها، وبتطلع آنا لسطح المية تاخد نفس عميق، وبترجع تغطس تاني، وبتفضل تدور على ابنها وسط جثث الناس اللي غرقت. وفي النهاية بتلاقيه لكنه بيكون فاقد وعيه، وبتحاول تفوقه لكن من غير فايدة، وبتحاول تفتح باب الشقة علشان تخرج لكن الباب مقفول ومش قادرة تفتحه. في اللحظة دي آنا بتكون على وشك فقدان وعيها، لكن فجأة بيظهر جو وبيفتح الباب وبينقذها هي وابنها، وبيطلعوا من تحت المية، وبيقدر جو يعمل إنعاش لجين ويفوقه. وآنا بتحضن ابنها وبتفضل تهديه، وجو بيسجل تقرير وبيقول فيه إنه قدر ينقذ الدكتورة آنا وابنها جين، وإنه حالياً في طريقه لإخراجهم من المبنى. بعدها بيبلغ آنا إنهم لازم يطلعوا لسطح المبنى لأن في طيارة هتوصل خلال لحظات علشان تنقلهم. وأثناء صعودهم السلم جين بيقول لأمه إنه افتكر الحادثة اللي حصلت من سنين لما العربية وقعت بيهم في المية وأبوه مات، وآنا بتقطعه مباشرة وبتبدأ تغنيله علشان ما يكملش كلامه. وأثناء طلوعهم آنا بتقول لجو إنها لاحظت إن المية مالحة مع إن المفروض إنها مطر، وجو بيبلغها إن كوكب صغير ضرب القارة القطبية وده أدى لذوبان الجليد واختلاطه بمياه البحر، وبيعرفها إن اليابان غرقت بالكامل، وإن معنى كده إن المبنى اللي هم فيه والمكون من 30 دور هيغرق خلال وقت قصير.
وأنا بتستغرب وبتسأله إزاي الخبراء ما توقعوش الكارثة دي، وجو بيقول لها إنهم كانوا عارفين لكن ما قدروش يستعدوا بالشكل المناسب. كمان بيبلغها إن العالم كله هينهار النهاردة، وإن الجنس البشري مهدد بالانقراض، وإن مهمتها إنها تصنع جنس بشري جديد، وبيفكرها إنها واحدة من الاتنين اللي طوروا نظام المشاعر البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبيقول لها إن مديرتها هيون اختفت، وبعد بحث طويل اعتبروها من الأموات، وبالتالي آنا هي الأمل الوحيد المتبقي. كمان بيشرح لها إنهم في المختبر صنعوا أجسام شبيهة بالبشر، وعندها ذكاء وقدرة على التكاثر، وما ينقصهاش غير زرع نظام المشاعر البشرية بداخلها، وبكده كل شيء متوقف عليها هي. وبيأكد لها إنها لما توصل هتعرف باقي التفاصيل. في الوقت ده جين بيقول لأمه إنه محتاج يدخل الحمام، فبيرجعوا وبيدخلوا شقة قريبة وبيدخل الحمام، وجو بيبلغ القيادة إنهم موجودين في الطابق ال15. ومن خلال حديثه بنلاحظ إنه مخبي حاجة عن آنا ومش عايز يقول لها لإنها متعاونة معاه من غير ضغط. وبعد ما بينهي مكالمته آنا بتاخد الجهاز وبتتصل بأمها علشان تطمن عليها، وأمها بتقول لها إنها قدرت تطلع لأعلى دور في المبنى لكن مش شايفة أي أمل في النجاة وسط الكارثة، وبتطلب منها ما تهتمش بيها وتركز بس على إنقاذ نفسها وابنها. وأنا بتودع أمها وهي بتعيط وبتنهي المكالمة. في اللحظة دي جين بيخرج من الحمام، لكن للأسف مواسير الغاز بتنفجر بسبب ضغط المية، وبياخدهم جو وبيحاول يلاقي أي طريقة يهربوا بيها قبل ما النار تمسك في المكان كله، ومش بيكون قدامهم غير إنهم يهربوا من خلال البلكونات. وأثناء ما هم بيعملوا كده بتفقد آنا توازنها وبتقع في المية، لكنها بتطلع على سطح المية بسرعة وبتمسك بلوح بلاستيك عشان ما تغرقش، وفي نفس الوقت بتطمن ابنها إنها كويسة وهتحصله، وبتبدأ تعوم لحد ما بترجع للمبنى. وآنا بتلاقي نفسها في الدور العاشر، وساعتها بتسمع صوت واحدة من جيرانها محبوسة جوه الأسانسير، فبتحاول تفتح باب الأسانسير عشان تنقذها. وأثناء ما هي بتعمل كده بتيجي موجة كبيرة جدا وبتغرقها. في اللحظة دي بترجع آنا بذاكرتها لليوم اللي غرقت فيه عربيتها، ووقتها كانت بتحاول تفتح باب العربية وبتطمن على جوزها وابنها، وجوزها بيطمنها إنه كويس وبيشيل حزام الأمان من على ابنه وبيبدأ يخرج ورا آنا من العربية، لكن للأسف بيتحشر جوه العربية وما بيقدرش يتحرك، ومش بيكون قدام آنا حل تاني غير إنها تسيب جوزها وتاخد ابنها وتطلع من تحت المية قبل ما ابنها يغرق ويموت. في اللحظة دي بتفوق آنا من ذكرياتها وبتطلع من تحت المية، وبتكتشف إنها بعدت عن مكان الأسانسير ووصلت للدور ال18، وبتكون منهارة لأنها ما قدرتش تنقذ جارتها. وهنا بيوصل جو وبيقول لها تطلع بسرعة لأن ابنها تعبان، وبتجري عليه آنا وبتلاقي إنه جاله نوبة سكر، وجو بيسألها عن علاج ابنها وبتقوله إن الشنطة ضاعت منها، وبتاخد آنا ابنها عشان تعالجه، وبتجري بسرعة وبتدخل أول شقة بتقابلها، وبتعتذر للراجل العجوز صاحب الشقة، وبتحط ابنها على الأرض، وبتفتح التلاجة بسرعة وبتاخد عصير وبتحط عليه كمية سكر، وبتبدأ تشرب ابنها العصير. في اللحظة دي بتفتكر آنا ذكرى ليها مع المديرة هيون، ووقتها كانت عايزة تسيب ابنها بعد ما جوزها مات لأنها شايفة إنها مش هتقدر تكون أم مسؤولة، لكن هيون بتقول لها ما تستعجلش لأن المختبر هيسترد منها ابنها وهيسترد منها هي كمان بنتها اللي اسمها يوجين. وهنا بنفهم إن آنا وهيون صنعوا أطفالهم بنفسهم، وإن جين ويوجين هم أول تجربة لنظام المشاعر البشري اللي هم اخترعوه. وبتقول هيون إنها ندمانة إنهم صنعوا أطفال لأنهم ما كانوش متوقعين إنهم هيتعلقوا بيهم بالشكل ده. وآنا بتفوق من ذكرياتها على صوت جين وهو بيسترد وعيه، لكنه بيقول لها إنه ما قدرش يمسك نفسه وعمل حمام على نفسه. وبتروح آنا علشان تغسل له هدومه، ووقتها بتتفاجئ إن الشمس طلعت والعاصفة انتهت، لكن جو بيقول لها إن دي مجرد هدنة والعاصفة ممكن ترجع تاني، وبيصارحها بالحقيقة اللي كان مخبيها عنها، وبيقول لها إن المختبر هياخد منها ابنها أول ما توصل هناك، وكمان بيعرفها إنه واحد من الأطفال اللي أمهاتهم اتخلوا عنهم، وإن اللي حصل ده كان سبب في كرهه لطبيعة الجنس البشري، وكان عايز يشوف ردة فعلها لما تعرف إن ابنها هيتاخد منها. وبتتأثر آنا لكنها بتخبي مشاعرها وبتسكت ومش بترد. في اللحظة دي العاصفة بترجع تاني، فبيجروا بسرعة وبيخرجوا من الشقة ومعاهم جين. وأثناء ما آنا طالعة على السلم بتشوف راجل قاعد على الأرض ومراته الحامل قدامه، وباين إنها هتولد، والراجل بيطلب من آنا تساعدهم، لكن جو بيقول لها إنهم ما عندهمش وقت ولازم يمشوا،
فبتعتذر أنا وبتسيبهم وبتكمل طلوع على السلم. وهنا جين بيسألها ليه الست دي بتتألم، فبتقوله إنها هتولد طفل، وبيسألها بعدها لو هي اتألمت زيها لما ولدته، فأنا بتتأثر وبتسكت ومش بترد، وبتنزل جين من على ظهرها وبتقعد تعيط. لكن جو بيجي وبيقول لها إن فاضل دور واحد بس ويوصلوا لسطح المبنى. في اللحظة دي بتنهار آنا وبتقوله إنها مش هتقدر تتخلى عن ابنها، فبيطمنها إنه هيساعدها علشان تخليه معاها. وبيطلعوا بسرعة للدور الأخير، وهناك بيلاقوا فريق من المختبر برئاسة شخص اسمه كيم. وكيم بيستلم المهمة من جو وبيعرف آنا إنه هياخد ابنها، واللي مسميينه الإنسان الجديد رقم 77. أما هي فهتكمل شغلها على تطوير نظام المشاعر البشري. وبتنهار آنا لما الجنود بياخدوا منها ابنها وبتحاول تمنعهم، لكنها بتفشل، وبتجري ورا جو وبتطلب منه المساعدة زي ما وعدها، لكنه بيصدمها وبيقول لها إنه خدعها، وبيعرفها إن هيون لسه عايشة وإنها خدت بنتها وهربت، وده دليل إنها تمسكت بطفلها. على عكس آنا اللي وافقت تيجي معاه رغم إنها كانت عارفة إن في احتمال إن ابنها يتاخد منها. بعد ما يخلص كلامه بيسيبها وبيمشي. وآنا بتنهار لما بتشوفهم وهم بيحقنوا ابنها بمخدر وبيحلقوا له شعره علشان يفتحوا دماغه، وبتجري على كيم وبتترجاه يسيب ابنها، لكنه بيرفض وبيقول لها إنها نجحت في النموذج اللي عملته وكان قصده جين، وبيعرفها إن المختبر هيستخدمه في صنع نماذج تانية زيه، وبيفكرها بالكلام اللي هي نفسها قالته أول ما صنعت ابنها زمان. وفجأة بتنصدم لما بتسمع صوت ضرب نار وراها، ولما بتلف بتشوف الجنود بيقتلوا جو، وكيم بيقول لها إن كلهم هيموتوا في المكان ده وهي الوحيدة اللي مسموح لها تمشي. فبترجع آنا لابنها بتحضنه وبتودعه وهي منهارة، وبعدها بتمشي ناحية الطيارة وهي في حالة صدمة. ولما بتركب الطيارة بيجي 2 من الجنود ومعاهم مخ جين بعد ما استخرجوه من جسمه، وبعدها بتكون آنا في سفينة فضائية مع فريق من المختبر وبيلفوا حوالين كوكب الأرض. ووقتها بيتواصل معاها شخص اسمه سو وبيعرفها إنه المسؤول عن المهمة، وبيقول لها إن في آلاف من شظايا النيازك هتنزل على كوكب الأرض خلال 15 دقيقة، وإن معظم أشكال الحياة هتنتهي. وبيشرح لها إن المختبر أطلق 7 سفن فضائية من أماكن مختلفة حول العالم، واللي جوه السفن دي هم آخر الناجين من الجنس البشري، علشان كده هم رايحين لمختبر اسمه إيزابيلا يقدروا يصنعوا فيه الأجسام البشرية. وبيعرفها إنها الوحيدة القادرة على زرع المشاعر البشرية جوه الأجسام دي، وبيقول لها إنهم المرة دي مش هيصنعوا أطفال بس، لكن هيصنعوا الأم وطفلها علشان يضمنوا إن تكاثر الجنس البشري يكون أسرع. ولازم يطوروا الجنس البشري الجديد علشان يقدر يعيش بعد زمن الطوفان العظيم. لكن آنا بتقوله إن الجنس البشري لازم يفهم غريزة البقاء، وعشان ده يحصل يبقى لازم تتزرع غريزة الأمومة في الجنس البشري الأول. وبما إن صنع الطفل خلاص اكتمل، فهي هتخلي الأم هي اللي تخضع للتجربة، وهتخبي الطفل عنها، وهتخليها تواجه عقبات كتير وهي بتدور على الطفل. ولو فشلت الأم هترجع التجربة لنقطة الصفر والأم هتحاول من تاني، ولو الأم لقت الطفل تبقى التجربة نجحت. فبيقول لها سو إن الأم لو فشلت في إنها تلاقي الطفل فده معناه انقراض البشر. وقبل ما آنا ترد عليه بتتحطم السفينة اللي قدامهم، والحطام بتاعها بيتجه ناحيتهم وبيخترق السفينة. وهنا بنتنقل بالأحداث لزمن تاني، وبنشوف آنا وهي بتصحى من النوم على صوت جين، وبيكون بيقول لها إن الشقة اتحولت لحمام سباحة. وبنلاحظ وقتها إن التيشيرت اللي آنا لابساه مكتوب عليه رقم 491. وبتقوم آنا من النوم وهي مستغربة من اللي بيحصل، ووقتها بتيجي لها مكالمة من جو وبيقول لها إن هو مسؤول عن حمايتها وإنقاذها. وأثناء المكالمة بيحاول جين يخلي آنا تشوف الرسمة اللي هو رسمها، لكن آنا بتزعقله وبتبعده عنها عشان مش عارفة تكمل المكالمة. وفي اللحظة دي بيطلب منها جو إنها تطلع لسطح المبنى لحد ما هو يوصل لها، وبيأكد عليها تاخد ابنها معاها. وهنا آنا بتفتكر كلام هيون لما قالت لها إن المختبر عاوز ياخد منها ابنها، فبتنهي المكالمة مع جو وبتروح تاخد العلاج بتاع جين وبتحطه في شنطة صغيرة. وبعدها بتدور على جين لحد ما بتلاقيه حابس نفسه جوه الدولاب لأنه زعلان منها، فبتقوله إن ده مش وقت زعل، وبتنبه عليه إنه لازم يسمع كلامها ويكون جنبها طول الوقت. وبتاخده بسرعة على ظهرها وبتخرج من باب الشقة،
وساعتها بتشوف جو في المبنى اللي قدامها وهو بينادي عليها، فبتجري بسرعة علشان تستخبى منه، لكن العاصفة بتزيد وبتيجي موجة عالية وبتغرق المكان كله. فبتعوم آنا مع ابنها لحد ما بتطلع فوق سطح المية وبتساعد ابنها علشان يرجع للمبنى تاني، وأول ما بتطلع وراه بتتفاجئ إن ابنها سابها ومشي. فبتحاول تروح وراه، لكن موجة مية بتضرب المكان وبتشوف بعدها جين وهو في المية وخلاص هيغرق، فبتنط في المية بسرعة علشان تنقذه، وللأسف شنطة العلاج بتضيع منها. ولما بترجع تبص على ابنها بتلاقيه اختفى من قدامها، وفي اللحظة دي بتفتكر لقطات ليها لما كانت راكبة في الطيارة وماسكة نضارة المية بتاعة ابنها، فبتحط ايديها في جيبها وبتستغرب لما بتلاقي النضارة لسه معاها. وهنا آنا بتفقد الوعي، وبعدها بنشوف جو وهو بيحاول يفوقها، والغريب إن الرقم اللي مكتوب على تي-شيرت اتغير لرقم 787. وأول ما آنا بتفوق بتسيب جو علشان تدور على ابنها، لكن جو بيوقفها وبيوريها صورة على تليفونه، وبيظهر في الصورة دي جين وهو بيمشي وسط الناس وبيحاول يطلع على السلم عشان يطلع للسطح. وبيحاول جو يطمن آنا وبيقول لها إن فريقهم الأمني هيدور على جين لحد ما يلاقوه، لكن آنا بتتجاهل كلامه وبتصمم إنها تدور على ابنها لحد ما تلاقيه. فبيمسكها جو علشان ياخدها ويطلعوا للسطح، فبتخطف منه المسدس بتاعه وبتصوبه ناحيته وبتسأله عن ابنها، وقبل ما يرد عليها بتنفجر مواسير الغاز وبتكون آنا هتقع في المية، لكن جو بيمسكها قبل ما تقع. وهنا الرقم اللي على تي-شيرت بيتغير لرقم 1931، وساعتها جو بيأكد لها إنه ما يعرفش مكان ابنها، لكن آنا ما بتصدقش كلامه وبتسيبه وبتنط في المية. وبترجع آنا للمبنى وبتلاقي نفسها في الدور العاشر، وساعتها بتروح ناحية الأسانسير وبتخبط على الباب وبتسأل لو في حد جوه الأسانسير. فبترد عليها طفلة اسمها جي وبتسألها هي إزاي عرفت إنها محبوسة هنا، فآنا بتستغرب هي كمان إزاي عرفت، لكن بتتجاهل الموضوع وبتغطس تحت المية وبتحاول تفتح باب الأسانسير، لكن بتجيلها سكتة قلبية فجأة وبتموت. وبعدها بنلاقيها رجعت للحياة تاني وبتخبط على باب الأسانسير، بتقول لجي إنها هتروح تجيب حاجة تفتح بيها الباب وترجع. وهنا بنلاحظ إن الرقم اللي على التي-شيرت اتغير لرقم 4007، وبتروح آنا تجيب خشبة وبتقدر إنها تفتح باب الأسانسير وتنقذ جي، وبعدها بتاخدها على شقة قريبة منهم علشان تغير هدومها المبتلة، وبتطمنها وبتقول لها إن جدها بخير وإنه موجود حالياً في شقته. وهنا جي بتستغرب وبتسألها هي عرفت إزاي إنها طالعة عند جدها، فآنا بتستغرب وبتقول لها إنها مش عارفة هي عرفت إزاي. والأغرب من كده إن آنا بتقول لجي إنها هتموت بعد شوية، وبتوصف لها شكل ابنها علشان لو شافته تقول له إن أمه كانت بتدور عليه. فبتقول لها جي إنها وهي محبوسة في الأسانسير سمعت 2 شباب بيتكلموا مع طفل، ووقتها كانوا بيسألوه عن أمه وكانوا بيسألوه لو يعرف شفرة باب الشقة، وبتقول لها كمان إنهم طلعوا للدور اللي فوق. فبتشكرها آنا وبتطلع للدور اللي فوق علشان تدور على ابنها، ووقتها بتشوف 2 شباب خارجين من الشقة بعد ما سرقوها، وأول ما بيشوفوها بيكونوا عاوزين يخلصوا عليها، لحد ما فجأة باب الشقة بيتفتح وبيظهر جو مع الطفلة جي، وبدون تردد بيهجم جو على الشباب دول وبيرمي واحد منهم في المية وبيمسك التاني وبيعذبه علشان يعرف منه مكان جين. فبيقول له الشاب ده إن الطفل اللي بيسأل عليه سابهم ومشي، فبيرميه جو في المية وبيروح يبلغ آنا إن محدش خطف ابنها وإن ابنها راح يستخبى في مكان معين، وبيسألها لو هي عارفة الأماكن اللي ممكن يكون مستخبي فيها، فبتقول له إنها ما تعرفش كلامها. فبيستغرب من كلامها وبيسيبها وبيمشي. ووقتها آنا بتشوف الأوضة اللي جنبها مشهد من الماضي، وده وقت ما كانت بتدي ابنها العصير علشان تنقذه من نوبة السكر. فبتروح لجي وبتقول لها إنها هتمشي، وبتحاول تقنعها إنها تمشي معاها وتسيب جدها وجدتها، لكنها بترفض وبتقول إنها هتفضل معاهم ومش هتسيبهم. وساعتها الجدة بتدي إزازة فيها عصير لآنا وبتقول لها إن دي علشان ابنها. فبتستغرب آنا وبتسألها هي إزاي عرفت إن ابنها عنده سكر، لكنها بتاخد إزازة العصير وبتمشي. ووقتها بتلاقي جو قدامها
وبيطمنها إن الفريق الأمني وصل للمبنى وإنهم دوروا على ابنها لحد ما يلاقوه. وهنا أنا بتفتكر الجنود لما حقنوا ابنها جين قبل كده، فبتتحجج إنها لازم تلاقي جين بنفسها علشان تشربوا العصير اللي معاها قبل ما يجيله نوبة السكر. لكن جو بيروح وراها وبيقول لها إنه مش مصدق كلامها، وبيعرفها كمان إن ابنها سابها ومشي بمزاجه، وبيسألها السبب اللي يخلي طفل يعمل كده. فهنا أنا بتنهار وبتقوله إن هو ده السبب اللي مخليها مصرة تلاقيه، وبتقوله إنها فشلت في الكام مرة اللي قبل كده إنها تلاقيه. وهنا بنفهم إن كل اللي بيحصل ده هو التجربة بتاعت آنا اللي قالت عليها لقائد المهمة لما كانت في السفينة الفضائية، لما قالت إنها هتخلي الأم تدور على ابنها وتحط عقبات كتير قدامها. وبنعرف إن الرقم اللي بيتغير على تيشيرت هو رقم المحاولة اللي بتعملها آنا علشان تلاقي ابنها. وفي الوقت ده آنا بتترجى جو إنه يدور معاها على ابنها، وبتقوله إنها دورت في كل الشقق ومش فاضل غير عدد قليل، وبتقترح عليه إنه يدور في الشقق اللي أرقامها فردية وهي هتدور في الشقق اللي أرقامها زوجية. فبيوافق جو يساعدها، وبيكون مستغرب ومش فاهم ليه سمع كلامها من غير تفكير. بعد كده آنا بتكمل تدور على ابنها، وبنلاحظ إن الرقم اللي على التيشيرت بيتغير وبيبقى 7993. في اللحظة دي بتكون وصلت للدور 28، وبتسمع صوت الست الحامل اللي شافتها قبل كده، لكن المرة دي الست بتكون ولدت طفلها. فبتقرب منها آنا وبتساعدها، وبتتأثر جدا لما بتشوف الست وهي حضنة طفلها وسعيدة. وبتتأثر آنا أكتر لما بتلاقي جوز الست جاي يجري عليها، وبيكون جايب لها مية علشان يساعدها بعد الولادة، وبيفرح جدا لما بيعرف إن مراته ولدت. وساعتها مراته بتقوله إنها حلمت قبل كده بالعاصفة اللي هتحصل يوم ولادتها. وهنا آنا بتفتكر لما جين كان بيقول لها إنه حلم معين ورسم اللي شافه في الحلم، وكان عايز يوريها الرسمة، لكن وقتها هي كانت مشغولة في المكالمة ورفضت تشوفها. وبتفتكر كمان إن جين قال لها إنه بعت لها الرسمة على تليفونها علشان تشوفها بعدين. فبتطلع تليفونها وبتدور في الصور لحد ما بتلاقي الرسمة، وبتتفاجئ آنا إن جين راسم وشها ووراها طيارة هليكوبتر، وده نفس المشهد اللي ودعته فيه قبل كده قبل ما تسيبه وتركب الطيارة. وبتتصدم أكتر لما بتلاقي إن جين بعت لها نسخ كتير من نفس الرسمة، وبتفتكر اللحظة اللي كان جين مستخبي فيها جوه الدولاب في شقتها، وساعتها قال لها إنها بتكذب عليه بقالها فترة. فبتجري آنا على الشقة بسرعة وبتفتح الدولاب على أمل تلاقي جين، لكن الجنود بيهجموا عليها وبيخدروها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها تحت تأثير المخدر، وبتشوف جو واقف قدامها وبيقول لها إنهم هيفوقوها أول ما يلاقوا ابنها، وإنه دلوقتي لازم ياخدها على سطح المبنى علشان يكمل مهمته. فبتقول له آنا إنهم بيخدعوه، وإنه أول ما يوصل لسطح المبنى هيخلصوا عليه. وهنا جو بيفتكر اللحظة اللي اتضرب فيها بالنار فعلا، لكنه بيكون عايز يفهم حقيقة اللي بيحصل، فبيقرر يهجم على الجنود ويتخلص منهم، لكن آخر جندي بيمسكه وبيكون على وشك يقتله. فبتساعده آنا وبتضرب الجندي بالنار وبتخلص عليه. بعدها جو بيحقنها بمادة معينة بترجع لها وعيها بالكامل، وبيقعدوا سوا وآنا بتحكي له كل حاجة، وبتقول له إنها بعد ما سابت جين أول مرة بقى بيختفي في كل مرة بترجع فيها، وحتى الحوار اللي بينهم ده حصل آلاف المرات قبل كده. فجو بيفتكر مشاهد من المحاولات اللي كان بيحارب فيها هو وآنا ضد الفريق الأمني، وبتكمل آنا كلامها وبتقول له إن جين كان عارف كل حاجة من البداية، وعشان كده اختفى لأنه ما كانش عايز أمه تتخلى عنه مرة تانية. وبتقول له كمان إن جين لما بيغضب أو بيخاف بيروح يستخبى جوه الدولاب، وكل مرة كانت بتحاول توصل له فيها كان الفريق الأمني بيمنعها، زي ما حصل أول مرة لما أخدوا جين منها. وبتقول آنا إنها حتى لو نجحت تلاقي ابنها ممكن يكون هو مش عايز يشوفها، لأنه فاكر إنها تخلت عنه قبل كده لما سابته لجنود المختبر. لكن جو بيقول لها إن الكلام ده غلط، وإن حتى لو جين اختفى آلاف المرات ده مش معناه إنه بيكره أمه، لكن لأنه مستنيها تلاقيه، وبيشجعها إنها تكمل وتدور على ابنها لحد ما توصله. بعد كده بنشوف آنا في محاولتها رقم 21499، وهي بتقاوم جنود الفريق الأمني تحت المية وبتتخلص منهم، وبتطلع بسرعة على سطح المبنى، وبتلاقي دولاب مقفول فبتفتحه وبتلاقي جين جواه لكنه مغمى عليه، وبسرعة بتشربه العصير لكنها بتتفاجئ إنه ما بيستردش وعيه، فبتقعد جنبه وبتفضل تعيط وبتعتذر له لأنه حس إنها تخلت عنه. لكن جين بيفوق وبيقول لها إنها ما تخلتش عنه، وبيفكرها إنها هي اللي طلبت منه يستخبى جوه الدولاب من الأساس. وهنا آنا بتفتكر أول مرة ودعت فيها جين لما قربت منه وقالت له إن في دولاب على السطح اللي وراها، وطلبت منه يستخبى جواه ويستناها لحد ما ترجع له. وفي اللحظة دي بنفهم إن كل اللي حصل كان خدعة من آنا للمختبر كله علشان تقدر تفضل مع جين أطول وقت ممكن أثناء التجربة ولحد ما تتخلص من كل أعضاء المختبر.
وعشان نفهم ليه آنا قررت تدخل التجربة بنفسها، بنرجع بالزمن للحظة اختراق حطام السفينة لسفينة آنا، وبنشوف إنها اتصابت بشظية في بطنها، فبتطلب من رئيس المهمة إنها تقوم بدور الأم اللي بتحاول تلاقي طفلها، وبكده تقدر تزرع غريزة الأمومة جوه الجنس البشري من خلال التجربة. فبيحطوها على الأجهزة وبيسحبوا بيانات الذاكرة، وبعدها بيجمعوها مع بيانات ذاكرة جين اللي أخدوها قبل كده من دماغه. وأثناء ما آنا كانت بتعمل محاولات جوه التجربة، نسيت اتفاقها مع جين لحد ما هو دلوقتي فكرها بكل اللي حصل. وفي اللحظة دي جنود المختبر بيوصلوا للمكان، فبتطلع آنا من جيبها نظارة المية وبتخليه يلبسها، وبتطلب منه ينط في المية، وفي نفس الوقت بتهجم على جنود المختبر وبتمنعهم إنهم ياخدوا ابنها، وبتأكد له تاني إنه ينط بسرعة وبتقول له إنها هتنط وراه. فجين بيسمع كلامها وبينط، وساعتها السيرفر المختبر بيعطل والتجربة كلها بتقف، وبكده آنا بتكون قدرت تتغلب على برنامج المختبر وتتحرر من التجربة، وبتنط في المية وبتفضل تعوم لحد ما بتوصل لابنها. في اللحظة دي الأمواج العالية بتقرب عليهم، فهنا آنا بتفكر جين بتمرينات الغطس اللي كان بيتدرب عليها، وبتقول له إنهم هيغطسوا سوا تحت المية، ولما الموج العالي بيوصل لهم بيغرقوا تحته. وبكده آنا بتنهي حياتها هي وابنها، وحياة كمان الجنس البشري بالكامل. وهنا بيخلص الفيلم.